السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي الحبيب. اليوم غادي نحضر معكم ميني بيتزا كتجي رائعه وما كتجيش مسرجيه بزاف، كتجي لذيذه وهشيشه والمذاق فيها زوين. نتمنى من الله تشاهدوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخير، يعني مده 5 دقائق ماشي شي حاجه كثيره، وتعاونونا باللايك ديالكم والاشتراكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده على الجميع. ندوزو دابا للمقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنا زلافه ديال الفرص الرطب، وغادي ندير نص زلافه ديال الفينو، وغادي ندير شويه ديال المليحه ونص كاس ديال الزيت البلديه مخلطه مع زيت نباتيه. اللي عنده هذا الهشوار هذا يخلط فيه كتعجن مزيان العجينه كتلين كتجي زوينه. دابا غادي نبسبس الزيت مع الدقيق، وعاد نضيف الماء، نضيف كاس ونص ديال الماء. يعني على هذا القياس ديال الدقيق والفينو اللي درت كندير كاس ونص. انا درت كاس الاول. دابا غندير واحد المعلقه ديال الخميره، وندير شويه ديال الزعتر. دابا غادي نعجنهم وهذا ولا خصني الماء غادي نضيف شويه بشويه، يعني عينكم ميزانكم. دغيا كتعجن ما كتاخذش وقت بزاف. اللي باغي يستعمل هكا القصا يديرها، ولا اللي بغى يدير هذا الهشوار عنده يديرها. هذا الهشوار زوين عمالي. صافي دابا هي تعجنات لينا. دابا غادي نحيدها. الا شفتوها شويه قاصحه ولا على حسب الفينو كيشرب زيدوا له شويه د الماء، يعني ملي كتكون العجينه في يديكم نتوما كتحكموا فيها كيف بغيتوا. دابا غادي نزيد لها شي شويه ديال الدليك، هكا نزيد نفركها هكا شي شويه بيديا. خصني ليها واحد شويه د الماء نزيدها لها ونبدا نفركها بحال هكا حتى نحس بها رخات راسها. صافي وغادي نحطها باش تخمر. دابا غادي نردها في هاد البلاصه ديالها فاش كانت، نخليها كتخمر. غادي ندوز نوجد لاصوص ديال البيتزا. عندي هنا 4 ديال المطيشات وحبه بصله، غادي نقطعهم هكا في كاسرونه وندير لهم شويه ديال الابزار وشويه ديال الزيت وشويه المليحه. غادي نضيف حتى شويه ديال الزعتر، وكندير شويه ديال الماء يعني القياس فاش يطيب، وكنرد فوق البوطه كنشعل عليه يطيب. هنا العجينه خمرت ليا، غادي نطيح لها الخميره ديالتها، وغادي نرش سميده ديال الحرشه ونبدا نطلق بيديا حتى نستعن بالدلاك. ضروري من الدلاك، نبقاو نطلقوا بالدلاك حتى تولي العجينه عندنا رقيقه، حيت الا ما كانش العجينه رقيقه كتجي البيتزا غليظه بزاف ما كتجيش زوينه. المهم شحال ما رققتوها كتجي زوينه. انا غادي نطلقها مزيان، والبلاصه اللي شتا هكا ما فيهاش سميده يعني كتلصق كنزيد لها شويه ديال السميده. يعني غير ديروا السميده ما تخافوش منها، وكتعطيها واحد الهشاشه زوينه السميده ديال الحرشه. صافي هكا طلقتها مزيان رقيقه. دابا غادي نجيب واحد القطاعه ونبدا نقطعهم دوائر، يعني اللي عندكم قطعوا به. الا ما عندكمش بحال هكا شدوا غير قرعه ديال الشكلاط المغطى ديالتها وقطعوا بها، اولا لا عندكم شي كاس هكا داير قطعوا به. الواحد يديباني راسو باش ما كان. صافي كنديرهم هكا في واحد اللاطه. صافي هنا من بعد ما ساليت تقطع، هنا البيتزا كنتقبها هكا شي شويه باش ما تنفخ لياش. لاصوص مطيشه طابت ليا، كنضيف عليه واحد المعلقه المطيشه ديال الحك. هنا البيتزا راه ما طايباش عندي يعني خضره، كندير لها لاصوص من الفوق هي خضره. من بعد مني غادي نطليها كلها غادي ندخلها للفران على عافيه مهيله حتى طيب ليا، حتى كتشوفوها تحمرات من التحت عاد كتخرجوها. صافي هنا من بعد ما طابت ليا يعني خرجتها ولات حمراء هكا. من بعد كنزيد عليها اطون ديال المطيشه عندي. الا عندكم ديال الزيت ديروه من الاحسن. صافي كديروا القياس اللي بغيتو. هكا ما كتجيش البيتزا مسارجيه بزاف، يعني ما كنديروش الفلفله والبصله مشحرين ولا غير اطون. كنكتفوا غير بالاطون حيت البصله طحناها مع مطيشه في الاول، يعني عطات هذيك النكهه زوينه مع الزعتر. كيجيو هاد البيتزات لذاذين وخفافين وكيجيو هشاشين تبارك الله. هنا كندير سميتو عليه الفرماج مزيان عليهم، وكنزوقهم هكا بالزيتون الكحل، وغادي ندخلهم الفران غير من الفوق يتحمروا لنا غير شي شويه ونخرجوهم. صافي هنا من بعد ما ساليت، هذه هي البيتزا ديالي اللي وجدت. الصراحه جات زوينه ولذيذه، ونتمنى من الله تجربوها، ومع السلامه.